اعملي نفسك عيانة، اعملي نفسك عيانة. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا قلب طنط. اسكتي على اللي حصل لطنط واللي شافته طنط. خير يا رب، ايه اللي حصل؟ علي يا اخت جوزك طول الليل امبارح السخونيه والكحه موتتها، بعد ما قورتي البتنجان وسلقتي الكرنب وقلتي هتعمليهم النهارده. اهي البت راقده وخطيبها جاي والشقه زي ما انت شايفه تضرب تقلب. لا حول ولا قوه الا بالله، سلامتها الف سلامه. النبي يا بنتي ان شاء الله ما تنضامي ولا تحتاجي لحد، لفي لي لفه كده في الشقه واعملي لنا شويه المحشي وشوي لنا الفراخ ينوبك ثواب. كل ده حاضر يا طنط، عينيا. ولو دقية بامية وشوية ملوخية يا قلب طنط، ما نتحرمش منك ولا من نفسك الحلو يا اختي يا رب. بامية وملوخية؟ مفيش بامية وملوخية. طب هي تنزل تجيب الخضار وانا اعمل. حاضر يا طنط، مفيش وقت انزل واروح يو بقولك تعبانة يا بنتي، طول الليل تكح والسخونية ماسكة فيها يا بنتي، لو قامت تموت. ما فيهاش حاجة يا بنتي، لا حول ولا قوة الا بالله، ما انتي فالحة يوم في الاسبوع تروحي لامك ترجعي مهدودة. علميهم كده، امال ايه فاكرين نفسهم هياخدوكي خدامه ليهم؟ لا. ايوه نعلمهم دلوقتي من ايام الخطوبه. خلصتي؟ اه خلصت يا طنط وكله تمام. الاكل جاهز على البوتاجاز اهو، شويت الفراخ وعملت الباميه والملوخيه، نضفت البيت وعملت العصير. طيب يا بنتي كتر خيرك. ظبطتي الملوخيه والباميه ولا صايصين كده زي ما بتعمليهم؟ مش صايصين خالص، حلوين مسبكين كده وطعمين زي اللي حضرتك بتعمليهم يا طنط. طيب اطلعي بقى الحقي اعملي الغدا لعيالك ولجوزك قبل ما يجي من الشغل. يلا اهو قدامه ساعه اعملي لك قرص عجه وشويه بطاطس محمره، ولا اقولك اعملي لهم ليك انت وعيالك وخلي جوزك لما يجي ينزل ياكل مع خطيب اخته. لا انا عن نفسي هموت وانام مش هاكل، وعيالي هاكلهم اي حاجه. حاضر هنزل ابن حضرتك اللي هو جوزي ياكل المحشي والطبيخ واللحمه والفراخ، وانا هاكل فوق عيالي يا طنط، ربنا يخليكي لينا.